انا فاكره كويس اني لما كنت مدرسه كمبيوتر مره جايه اطبع ورق على البرينتر اللي هو مسؤوليتي. لقيت الورق مش عايز يطلع ومش عارفه المشكله ايه. فقفلت البرينتر، طفتها وبدأت ابص فيه ايه، لقيت قلم ماركر من اللي بشرح بيهم على البورد لان كنت بدرس يعني. لقيت قلم منهم محفور جوه البرينتر. مرة تانية لقيت واحدة من اللي معايا في الشغل قاعدة تستهلك الانك بتاع البرينتر بتاعي اللي انا بجيبه، في حين ما هي عندها برينتر تاني ممكن تطبع عليه. بس لا، انا هطبع هنا، هستهلك حاجتك. لما اتكلمت وفتحت بقي لقيت واحدة تانية معانا، في يعني احنا كنا 3. فلقيتها بتقول ايه المشكلة؟ مفيش حاجة، مالك؟ آه ابتدى يبقى في حركات كده، 2 ضد 1. 2 يتفقوا على حاجة وبعد كده انا لما اجي اتكلم ال2 ضدي، اطلع انا اللي مجنونة ومش طبيعية بتبالغي. مرة لما قلت خليني افصل عشان الحركات دي كترت قوي، خدت بعضي وقعدت في اللعب وسبت لهم المكتب. خلاص يعني عرفت. لقيتهم هما الاتنين، منا مش مالك قاعدة لوحدك وفي ايه، هوفرينج، اللي هو مش هترجعي بقى عشان نقعد نقرفك ولا ايه؟ وبعد كده لما فضلت ساكتة ومش عايزة حد يجي ناحيتي، خلاص فصلت منهم، دخلوا النظرة في الموضوع، حدوتة والنظرة قعدت تصالح بينا. وانا فضلت قاعدة هز راسي، اللي هو طيب اوكي تمام، اللي هو يعني مش يعني مش طايقة ابص في وشهم، بس يعني ايه اوكي يعني ما دام النظرة خلاص تمام، خلصت اتصالحنا قدام النظرة، بعد كده رجعت انا مش عايزة اتكلم مع حد. اللي كان بيحصل ده اسمه triangulation. triangulation التراينجوليشن ده طريقة النارسيسست بيعملوها علشان يبقوا أقوياء. النارسيسست كائن ضعيف جدا، ضعيف فوق ما تتخيلوا على فكرة، وده أنا اكتشفته مؤخرا. عشان كده النارسيسست بطريقة لا واعية بيتحدوا مع بعض علشان يبقوا أقوياء في الشر، في حين ما هما ما بيحبوش بعض. يعني الاتنين اللي كانوا متحدين ضدي دول، وقبل كده حصلت انا كنت كل مدرسة اروحها ابقى رايحة وفي واحدة بتشتغل مدرسة كمبيوتر وانا جاية جديدة، مفيش كام شهر تيجي واحدة تانية تبقى الاتنين ضدي. ودي اتكررت في اكتر من مدرسة. انا اللاوعي بتاعي هو اللي كان بيخلق النمط ده. الباترن ده كان بيتكرر لان ده في الاساس كان بيحصل عندنا في البيت. في العائلات اللي فيها نارسيسس دايما بيبقى فيه triangulation. الاب والام ضد الولد او البنت، الاب والابن ضد بنته، ضد مش عارف، لازم 2 ضد 1. 2 ضد 1 ليه؟ من هنا جت طبعا triangulation، ان المثلث ليه 3 زوايا، فاتنين ضد 1. اوكي، فهنا نقول ان العلاقة دي فيها 3 اطراف. وفي الواقع واللي انا هوضحه لكم في الفيديو ده ان هي ما فيهاش 3 اطراف ولا حاجة، هي فيها اطراف كتير جدا. بس انا دلوقتي هحكي لكم الباترن ده لو اتكرر معاكم كتير اعرفوا انه اللاوعي بتاعكم هو اللي بيخلقه، نتيجة ان انتوا تعرضتوا لده قبل كده. واعرفوا ان اللي بيعمل معاكم كده في الاساس نارسيسس، واعرفوا ان انتوا لازم تفصلوا من الشخصية دي فورا فورا. ما تكملوش في علاقة زي دي عشان انتوا مش متخيلين الشفط اللي بتتشفطوه وانتوا جوه التريانجوليشن ده. انا هسميه triangulation مجازا كده، هعديها لغاية لما اثبت لكم في اخر الفيديو ان هو الاطراف مش 3 بس، اكتر من كده. بس قبل ما اكمل، انا اسمي منى عرفة، للناس اللي اول مرة تدخل الشانل بتاعتي، وبدأت الشانل دي عشان اعلم باترون وخياطة وستايلينج. بس في الواقع الناس اللي على طريق روحي، اللي عايزة تتطور في موهبتها، تطور حياتها للأحسن،
طول ما هما في علاقات مع ناس توكسيك صعب جدا التطور ده. انا شخصيا عشت وسط نارسيسس فوق ال40 سنة، وحاسة ان انا عليا مسؤولية اني اوعي الناس. ضروري جدا في الوقت اللي احنا فيه الناس لازم تبتدي تشتغل على انها تخلص من العلاقات دي وتقطع كوردز وتلتفت لنفسها. اول حاجة لازم تعرفوها عن النارسيسست انه كائن ضعيف فوق ما تتخيلوا. عشان كده هما بطريقة لا واعية بيتحدوا مع بعض ضدكم علشان انتوا فعلا بالنسبة لهم اقوياء. البني ادم اللي بيحافظ على النور اللي جواه رغم الظلام اللي هو عايش فيه، ده بني ادم بصراحة محترم جدا وقوي جدا لانه قادر على نفسه. النارسيسست برضه في اللاوعي بيبقى عارف المعلومات دي، فبيتحد مع حد علشان يدمر الشخص الامباث اللي هو في الواقع بيكرهه لان هو ما بيعرفوش يحبوا حد. الكتاب ده اسمه Think and Grow Rich نابليون هيل. بصوا بقى، في الكتاب ده نابليون هيل بيقول No two minds، على فكرة ده اسمه الشابتر بتاع الماستر مايند. No two minds ever come together without thereby creating a third invisible intangible force. مفيش عقلين بيتحدوا مع بعض غير لما بيتشكل أو بيتخلق ما بينهم قوة ثالثة غير ملموسة which may be likened to a third mind، تشبه أو تكافئ عقل ثالث معاهم. يعني انتوا ما بتتواجهوش مع 2 شريرين، انتوا في الواقع بتتواجهوا مع 3. اوكي، دي أول حاجة. على فكرة أنا أنصحكم اشتروا الكتاب ده، وهو مبيتقريش مرة واحدة، هو يفضل معاكم وتفضلوا تقروه كتير. اللي بيحصل لما 2 بيتحدوا مع بعض بيتشكل ما بينهم قوة ثالثة، ده حسب الكتاب بتاع Think and Grow Rich الشابتر بتاع الماستر مايند. ليه لازم لما نكون عايزين نعمل حاجة نحقق هدف نجيب معانا ناس تساعدنا، التيم بتاعنا، علشان كل 2 بيتحدوا مع بعض بيتشكل بينهم قوة ثالثة. يعني لو 3 اتحدوا مع بعض كل 2 بينهم قوة ثالثة و2 تانيين بينهم قوة ثالثة، فانتوا شوفوا بقى، انتوا اعملوا الماث، احسبوا الحسبة هتبقى ازاي. عشان كده انتوا ما بتتواجهوش مع 2، انتوا بتتواجهوا مع عدد اكبر من 2، مع 3. ده من ناحية Think and Grow Rich نابليون هيل. اللي عايز يختلف معاه طبعا هو حر، لكن الكتاب ده اكتر من رائع وبيكلم حاجات حقيقية جدا، لان انا دارسة برانيك هيلينج وارهاتيك يوجا وعارفة كويس قوي اللي بيقولوا الكتاب ده سليم بصراحة. اوكي، لكن اللي عايز يختلف معاه لانه بني ادم. بس تعالوا نشوف القرآن بيقول ايه على النارسيسس في سورة الزخرف. بصوا، ربنا بيقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. علشان بس الناس اللي بتتفلسف وتقول كل بني آدم معاه قرين، لا، ربنا ما بيقولش الكلام ده خالص. ربنا بيقول إن اللي ما بيذكرش الرحمن هو ده اللي بيقيد له شيطان. يعني ال2 النارسيسست اللي بيأدوا صلاة، اللي بيروحوا يحجوا وبيعملوا عمرات، اللي بيصوموا في رمضان وبيطلعوا تبرعات، كل ده أداء بقلب مقفول، مفيش صلة مع الروح، أداء فقط لا غير. ربنا ما بيضحكش عليه. الناس دي دايما معاهم dark entities demons، الله أعلم عددهم قد إيه. هو ربنا قال كل واحد فيهم معاه قرين، لكن في dark entities ناتجة عن حاجات تانية هما بيعملوها في حياتهم. الناس اللي بتشوف حاجات مش مظبوطة دي في dark entities مخصوص للحاجات دي. الناس اللي بتستهلك نفسها في التدخين وفي تعاطي اي حاجه مش مظبوطه معاهم حاجات برضو دارك ماشيه معاهم في الاورا بتاعتهم. فانتوا بما انكم بتبقوا موصولين بالكائنات دي بقى في حاله الترانجليشن، لان هنا بتتمد كوردز ما بين الاثنين الشريرين والضحيه بتاعتهم،
الكوردز دي للأسف الشديد بتوصل لكم الطاقات بتاعتهم بكل القذورات اللي فيها. يعني انتوا ما بتبقوش بتتواجهوا مع 2 مجرمين فقط، لا، انتوا بتبقوا بتتواجهوا مع كمية كائنات دارك. الأحسن تقطعوا كوردز مع الناس دي، حتى لو عيلة، حتى لو صحاب من سنين السنين. دي مش علاقة طبيعية. انتوا بتتواجهوا مع كائنات محتاجة سنين علشان ترتقي، علشان تبقى بني ادمين. يعني انا حتى الناس دي لما كانت تتكلم على كلابي كانوا يقولوا لي دول وحوش. الكلاب مش وحوش على فكرة، يعني هم شكلهم كده بس هم مش وحوش، لان هم عمرهم ما بيتقلبوا على حد بيعمل معاهم حاجة كويسة ابدا. هم الوحوش، هم الوحوش فعلا مونسترز، واصلين لمراحل محتاجين يتعلموا ازاي يبقوا بني ادمين. الدارك انتيتيز والقذورات اللي حواليهم، الحاجات المش نظيفة اللي حواليهم طول الوقت، بتبقى عايزاكم دايما بتفايبريتوا على فريكونسيز منخفضة وما تطلعوش ابدا لفوق. طول ما انتوا وسطيهم، طول ما انتوا في المعاناة دي، قطعوا كوردز بسرعة واشتغلوا على نفسكم. الوقت بقى بيعدي بسرعة، عمرهم ما هيبقوا أحسن، مفيش حد فيهم هيبقى أحسن. ده قرار منه هو أو هي، وهم قليل قوي ما بيقرروا ان هم يرجعوا عن اللي هم فيه. دي اصلها حاجة ما هياش سهلة. وشوفوا النارسيسست اللي عندهم channels على يوتيوب، اللي هم بيسموا نفسهم self aware narcissist، قد ايه هم في معاناة وهم بيتعالجوا وبيقولوا الكلام ده، لان دي حاجة مش سهلة، قرار مش سهل. وفي الاول في واحد اسمه لي، ده كان يعني هو بيقول لان علاجه كان قرار انه يتعالج ما كانش سهل بالنسبة له. فبيقول ان هو يعني كان بيضحك على دكتور النفسي وهو بيتعالج في الاول، لما لقى ان هو لا بيقع اكتر بقى ابتدى يبقى صريح مع الدكتور وابتدى يمشي على العلاج. ما هواش حاجة سهلة ان نارسيسست يرجع على فكرة، لان هو محتاج فترة علشان يبقى بني ادم مش وحش، محتاج فترة طويلة. التطور الروحي لوحده مجهود، inner work، شغل جامد جدا ان الواحد يبقى من بني ادم لبني ادم بيتطور. فما بالكم من كائن زي ده لبني ادم، يعني ده قدامه وقت. عشان كده كتير منهم ما بياخدوش قرار ان هم يرجعوا. كتير منهم مش فاهمين ان القرآن بيتكلم عنهم، مش فاهمين ان اللي انا قريته ده في سورة الزخرف عليهم. هم هتلاقيهم قاعدين بيقروا القرآن ونفس الآية اللي انا قريتها، بس هم مش فاهمين ان هم المقصودين، مش فاهمين. هم في حالة من التغيير. ما فيش نارسيسست بيبقى احسن، عشان كده قطعوا ما بينكم وما بينهم الكوردز اللي واصلاكم بيهم. ما فيش نارسيسست بيبقى عادي، بيبقى بني ادم عادي. مش هقول لكم بني ادم هايلي ايفولف بقى وكده ومتطور، لا لا لا، بيوصل انه يبقى بني ادم بس ومش عادي كمان. ليه؟ لان هو اساسا ما فيش حاجه بترجعه عن اللي هو فيه. يعني هو اقولها لكم ازاي، في دكتور راماني درفاسولا، هي متخصصة في العلاقات النرجسية، شبهت الموضوع ده تشبيه بليغ صراحة عجبني. دي حاجة أنا شفتها بعيني. النارسيسست لا مرض بيرجعوه، ولا فلس بيرجعوه، ولا أي ظروف اجتماعية ولا مادية ولا أي، هو بيفضل من سيء لأسوأ. كل ما بيتقدم في السن كل ما بيكون أسوأ. لازم تحطوا ده في دماغكم عشان تعرفوا أهمية إن انتوا تقطعوا ما بينكم وما بينهم، أهمية إن انتوا تفصلوا نفسكم عنهم تماما. هي قالت إيه؟ إن هو بالظبط عامل زي صوص بيتحط على البوتاجاز، زي ما انتوا عايزين، صوص أبيض، صوص طماطم، اللي تحبوه يعني مش فارقة. المهم إنه لما بيتحط على البوتاجاز ويقعد فترة بيحصل فيه إيه؟ بيتقل، بيفضل يتقل يتقل يتقل. هما نفس الشيء، كل ما بيتقدم بيهم السن كل ما بيكونوا أسوأ، كل ما بيكونوا أسوأ. ما فيش حاجة بتوقفهم ولا بتغيرهم. ده أنا شفته بعيني، ده أنا ما حدش حكاهولي. عشان كده بقول لكم فورا افصلوا ما بينكم وما بين الناس دي، وابتدوا ركزوا في الانر ورك، اشتغلوا على نفسكم. انا اللي قلت لكم، انا اللي كنت بكرييت الترانجليشن في كل حته، نتيجه انه حصل فيا وانا صغيره. فكل ما كنت اروح شغل
كل ما كان يحصل معايا triangulation. يعني في حاجات محتاجين ان احنا ندور عليها جوه ونعرف اسمها ايه، نسميها ونشتغل عليها ونتعالج. ده مهم قوي الموضوع ده على فكرة. وانتوا وسطيهم مش هتعرفوا تركزوا جوه، مش هتعرفوا تتطوروا، مش هتعرفوا تلاقوا نفسكم وانتوا موهوبين في ايه، شطار في ايه، ربنا خلقكم ليه. لازم تخرجوا من العلاقات دي فورا. شكرا لوقتكم، شكرا لمتابعتكم. اتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share، اعملوا subscribe للchannel، واضغطوا notification bell. اشوفكم الفيديو الجاي.